دايما بنقابل ناس تايهين نفسهم يدخلوا في مجال البرمجه او مجال السوفت وير ديفلوبمنت بس مش عارفين يبداوا منين. الطريقه الصحيحه عشان ادخل مجال البرمجه او السوفت وير ديفلوبمنت هو ده موضوع فيديو النهارده. اول خطوه واهم خطوه هي ان احنا نختار لغه برمجه مناسبه ونتعلمها ونطبق عليها مبادئ البرمجه. انا بفضل ان يكون لغه البرمجه ديت هي C++، لان C++ من لغات البرمجه اللي ما فيهاش ادوات كتير جاهزه بتساعدك في الشغل بتاعك. طب ما دي كده حاجه وحشه؟ لا، الافضل في الاول ان انت تبني بنفسك كل الادوات ديت عشان لما تبدا تتعامل بيها في اي لغه برمجه تانية في اي وقت تبقى عارف الادوات دي من جوه مبنيه ازاي وشغاله ازاي. الخطوه اللي بعد كده ان انت تتعلم OOP، والOOP او الأوبجكت أورينتد بروجرامينج هي مش لغه برمجه زي C++، هو تكنيك، طريقه معينه. التكنيك دوت احنا بنطبقه في الكود بتاعنا، وهي مش مرتبطه بلغه برمجه معينه. يعني انت ممكن تنفذ التكنيك ده في اغلب لغات البرمجه اللي انت بتستخدمها، وهو تكنيك واحد في كل لغات البرمجه. طب انا هستفيد منه ايه الOOP دوت؟ الOOP ده بيعمل لنا حاجات كتير جدا، بينظم الكود بتاعنا وبيساعدنا ان احنا نعيد استخدام الكود بتاعنا، بيخلينا نسيميوليت الرياليتي او نحاكي الواقع في السوفت وير اللي احنا بنعمله، وحاجات تانية كتير جدا جدا هتعرفها لما تبدا تتعلم التكنيك ده. بعد كده ابدا بقى اتعلم بروبلم سولفينج، والبروبلم سولفينج دي هي مش ليها كورس معين او ليها مسار معين احنا بنمشي عليه علشان نتعلمه، لا، البروبلم سولفينج دي مهاره انت بتكتسبها من كتر ما انت بتمارس كتير وبتحل مسائل كتير وبتقابلك مشاكل كتير وتحلها. يعني مفيش حاجه اسمها 1 2 3 4 علشان تتعلم بروبلم سولفينج، لا، انت هتبدا تحل كتير جدا وتمارس برمجه كتير جدا 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 وتقابل مشاكل كتير قوي وتفكر في حلولها، فبالتالي مع الوقت هتبدا تتعلم مهاره البروبلم سولفينج اللي هي من اهم المهارات اللي لازم تكون عند اي مبرمج شغال. هنا بقى هنقف. لو انت مستعجل وعايز بقى تبدا تتعلم تكنولوجي وتشتغل، يبقى مش هتعمل الخطوات اللي انا هقولها دلوقتي ديت. انما لو انت عايز تبدا الموضوع صح خالص، يبقى خليك بقى في الخطوات ديت. الخطوات ديت ان انت تتعلم داتا ستراكشر والجوريزمز. طيب ايه دول بقى؟ دول لغات برمجه؟ لا، الالجوريزمز الاول هي ببساطه شديده الخطوات اللي احنا بنمشي عليها او الطريقه اللي احنا بنعملها علشان نحل مشكله معينه. فلما بتيجي تبدا تتعلم الجوريزمز هتبدا بقى تتعلم اشهر الطرق اللي موجوده، وايه الفرق ما بين كل طريقه وتانيه، وازاي اوظف الطرق ديت علشان احل المشكله بتاعتي. اما الداتا ستراكشر هو ببساطه شديده ازاي نهيكل او ننظم البيانات اللي عندنا اللي في البرنامج بتاعنا، ازاي تخليها موجوده في شكل كويس وستراكشر كويس يسمح لك او يسهل عليك ان انت تبدا تعمل عليها العمليات زي البحث او الاضافه او التعديل وهكذا بمنتهى السهوله. وقفت عند النقطه ديت، ممكن برضو تتعلم حاجه مهمه جدا وهي السوليد برينسيبلز، وحاجه تانية اللي هي الديزاين باترنز، واحنا اتكلمنا عن دول في فيديوهات قبل كده، ممكن ترجع لها على البيج بتاعتنا وهتلاقيها. احنا كل الخطوات ديت عشان نتعلم البيز، نتعلم الاساس اللي هيساعدنا بعد كده ان احنا نتعلم التكنولوجي. بس الخطوات ديت هي الخطوات الاهم في مجال السوفت وير ديفلوبمنت. الفيديو الجاي هنبدا نتكلم عن التكنولوجيز وايه الفرق ما بينهم، والمفروض تتعلم ايه علشان تدوس او تشتغل في كل تكنولوجي من دول. ده كان موضوع فيديو النهارده، وان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي على خير.